المشاهدين والمتابعين، اهلا بكم في الحلقه 86 من الكره مع العمده، والحلقه 18 من حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022 2023. 3 نقط غاليه حصدها النادي المصري بعد فوزه على شقيقه النادي الاسماعيلي بهدف نظيف في الجوله التاسعه من منافسات الدوري العام. الفوز ده بالتحديد مهم جدا جدا، لان النادي المصري قبل المباراه دي كان عنده 8 نقط، يعني الفرق بينه وبين الاسماعيلي وانبي وحرس الحدود اصحاب المراكز الثلاثه الاخيره نقطتين بس. يعني لو كان النادي المصري النهارده لا قدر الله خسر او حتى تعادل، كان هيدخل من بدري في دوامه الهروب من شبح الهبوط. لكن فوزه وحصوله على نقاط المباراه الثلاثه رفع رصيده ل 11 نقطه، وابتعد عن منطقه الخطر في الجدول. والاهم كمان من ده هو استعاده الثقه بعد سلسله من نزيف النقاط. المباراة الجاية للنادي المصري هتكون يوم الخميس 29 ديسمبر مع نادي أسوان، وده الساعة 5 مساء إن شاء الله. ودي مباراة مهمة جدا للنادي المصري، لأن نادي أسوان عنده 9 نقط، يعني فوز النادي المصري عليه إن شاء الله يضمن للنسر الأخضر الابتعاد أكتر وأكتر عن المراكز المتأخرة في الجدول، والدخول في المنافسة على المراكز المتقدمة، واللي بتبدأ من المركزين الخامس والسادس اللي بيحتلهم بيراميدز وغزل المحله برصيد 17 نقطه. الف مبروك للنادي المصري وجماهيره العظيمه. كل التوفيق للنادي المصري في المباريات المقبله. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.